مانشستر سيتي ولا مانشستر يونايتد؟ لا مانشستر يونايتد. ليه؟ لان طبعا ده اتعلق بكل الجيل الثمانينات والتسعينات، اليونايتد اللي حقق بطولة اوروبا سنة 99، الناس اللي احنا عاصرناها زي ديفيد بيكهام وزي جاري نيفل وزي روي كين وزي سكولز وزي راين جيجز وزي بيتر شمايكل، والجيل التاريخي اللي احنا دايما ما ننساهوش كل ما نفتكر. وبعد كده بقى في كريستيانو رونالدو، وفي بعد كده وايان روني ورود فان نيستلروي. كان جيل تاريخي لمانشستر يونايتد. دايما يعني بحس ان دايما السيتي مش الفرقه اللي انا مثلا ممكن اروح انجلترا واشتري تيكت واروح الاستاد او ملعب الاتحاد عشان اتفرج على السيتي، لا. بس مثلا حلم من احلامي ان انا اروح الاولد ترافورد مسرح الاحلام واتفرج على مانشستر يونايتد التاريخي الكبير. لكن ده ما يمنعش ان الفرقتين طبعا ما بينهم تاريخ كبير جدا جدا جدا، ومن المتعارف عليه دايما ان اي ماتش ما بين فرقتين في نفس المدينه بيبقى ديربي. بس ديربي مانشستر ديربي مختلف شويه. بس قبل بقى نخش في التفاصيل نعمل ايه؟ نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل الجرس وتسيبوا لي كومنت ايه اكبر نتيجه حصلت في الديربي ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ويلا بينا. حلقة جديدة من تاريخ الكورة، معاكم مصطفى محسن. وفي الحلقة دي هنتكلم عن الديربي الأقوى، مش هقدر أقول في إنجلترا، ولكن الديربي الأقوى لمدينة مانشستر، ومن أقوى الديربيات اللي موجودة في إنجلترا. طبعا الفرق ما بين الناديين في التأسيس هو فرق قريب. مانشستر يونايتد مش هنقول بقى مانشستر كتير، هنقول دايما اليونايتد والسيتي عشان نختصر في الموضوع. فاليونايتد تأسس سنة 1878 والسيتي 1880. الفرق ما بينهم سنتين. اليونايتد سبق السيتي دوري الدرجه الاولى، وكان دايما التنافس ما بينهم هما الاثنين في مدينه مانشستر. طبعا كان في شويه انديه صغيره على كاس مدينه مانشستر، كان التنافس ما بينهم هما الاثنين مين هياخد كاس المدينه. ولكن سنه 1906 زادت بقى شده التنافس قوي، وكان في يعني ماتش ضرب نار. كان بيقول لك ان ايرادات الماتش ده 1000 جنيه استرليني، وساعتها ده الرقم كان مهول جدا، والسيتي كسب 3-0. افتكروا السنه دي 1906. في نفس السنه ديت حصلت ازمه ماليه للسيتي، هم تقريبا متعودين على الموضوع ده زي ما حصل السنه دي. وحصل ان في 17 لعيب من السيتي اتمنعوا من اللعب للسيتي، واربعه منهم راحوا لليونايتد. ودي كانت بدايه المشاكل او الخلافات ما بين السيتي واليونايتد، ان الاربع لعيبه دول ساعدوا اليونايتد ان هو ياخد الدوري الانجليزي. مشيت الامور واحده واحده، والتنافس مشي ما بينهم مفيش مشكله، وكان دايما جماهير مدينه مانشستر تتفرج على ده وتتفرج على ده، وما كانوش واخدين بالهم ان رجليهم كده رايحه ان هم ينقسموا. بعد الحرب العالميه الثانيه، وبالاخص سنه 1967 موسم 1967-68 حصل ان في ماتش ما بين السيتي وما بين اليونايتد. السيتي كسب اليونايتد وخد الدوري فرق نقطتين، وساعتها اليونايتد ما عوضوش حتى ان هو خدوا دوري ابطال اوروبا ساعتها الموسم دوت. لكن دي كانت بدايه الانفصال ما بين الجماهير بتوع المدينه الواحده، وابتدى بقى الخلاف يشتد. وهقول لكم حصلت مصيبتين بعديها ما بين الجماهير. في ناس كتير فاكرين ان السيتي ملوش تاريخ، لكن السيتي ليه تاريخ وتاريخ كويس قوي، بس هو طبعا اقل من اليونايتد. ولما هنيجي لحته الارقام هتتفاجئوا بشويه ارقام كده غريبه يعني. لكن يمكن عشان الفتره اللي احنا نشأنا فيها بنتفرج على كوره كان اليونايتد هو اللي مسيطر، والسيتي كان مختفي لدرجه ان هو سنه 98 كان في دوري الدرجه الثالثه، وبعد كده ابتدى يصعد، وابتدى السيتي ياخد بقى الصيت بتاعه سنه 2008 لما مجموعه ابو ظبي استحوذت عليه وابتدى ياخد الدوري الانجليزي، والكلام اللي حصل ده كله اللي احنا كلنا معاصرينه ومتابعينه. لكن هرجع للمشكلتين اللي حصلوا الكبار ما بين السيتي واليونايتد. سنه 70 في لعيب من مانشستر يونايتد اسمه جورج بيست دخل على لعيب من السيتي كسره، وطبعا ساعتها الجماهير قالت ده كان متعمد وكانوا هيقطعوا رجل لعيب السيتي، وساعتها كان الموضوع كبير جدا في انجلترا. والموضوع دوت بعديه اتكرر قصه تانية ان في لعيب من السيتي هالاند، وانا هنا مش بتكلم على اللعيب بتاع دورتموند المتألق اللي احنا كلنا عارفينه، لا، هالاند ابوه. هالاند كان بيلعب في السيتي وادى روي كين واحده كدهوت. انا بصراحه هسيب لكم الفيديو دلوقتي شغال، هتلاقوها عاديه يعني عادي، هو بيجري واداله واحده بالكعب كده مستخبيه شويه. بس ساعتها روي كين قعد حبه حلوين وما رجعش الملاعب غير بقى فتره اصابه طويله. ولما روي كين رجع مدي هالاند حته دين واحده موته وبطلوا كوره.
هالاند الاب، يعني انتوا هتشوفوها دلوقتي عماله تشتغل اللي هو يخرب بيتك، انت ازاي تدخل عليه كده؟ كارت احمر ايه ده انت عايز تروح عايز تروح يتعمل لك ترحيل وتتعدم فيها دي بصراحه، يعني دخله غبيه جدا جدا جدا. الشده طبعا ابتدت تزيد مع مرور الوقت، ومؤخرا السيتي بقى راكب وده سبب المشاكل. وفي 2011 6-1 للسيتي قدام اليونايتد. بما اننا بنتكلم عن الارقام، ما تنسوش تسيبوا لي في الكومنتس مين هو الهداف التاريخي لديربي مانشستر، وايه هي اكبر نتيجه حصلت في تاريخ الديربيات ما بينهم. هل هي 6-1 اللي انا قلت لكم عليها ولا في نتيجه اكبر؟ سيبوا لي تحت في الكومنتس. في طبعا لعيبه لعبوا للفرقتين، واللعيبه اللي لعبوا للفرقتين دول حصل بسببهم برضو مشاكل، على راسهم بيتر شمايكل اللي راح السيتي في 2002 2003، وجاري نيفل وهو نازل ما سلمش عليه وحصلت ما بينهم مشكله. طبعا بيتر شمايكل اللي كان حارس مرمى اليونايتد في الفتره الذهبيه في التسعينات راح السيتي عشان يبطل كوره. ولما نبص كده على الاسامي دايما كان اللعيبه بتمشي من اليونايتد تروح السيتي عشان يبطلوا كوره، زي مثلا اندي كول طبعا الهداف لمانشستر يونايتد في التسعينات، راح لعب موسم جاب فيه 9 اجوان وبطل. واللي كان بقى غريب هو كارلوس تيفيز اللي راح مانشستر يونايتد لعب فيه سنتين بس، وبعد كده راح السيتي وتألق في السيتي، جاب 57 جون قدام 19 مع مانشستر يونايتد. وكان سبب ان تيفيز يمشي من اليونايتد قال ان اللعيبه ساعتها كانت مغروره وما حسيتش ان انا في بيتي. وطبعا بالنسبه له كان طبعا يعني في بقى كريستيانو رونالدو بقى راكب، وفي يعني نجوم كتيره كانوا راكبين الفتره ديت، لكن تيفيز حس ان هو يعني لا انا هروح السيتي، وفعلا عمل مواسم هايله مع السيتي قبل ما يروح اليوفي. بس عمل كده مشكله لما كان مانشيني هو اللي ماسك وقال له قوم غير في ماتش البايرن، وما قامش يغير، بسببها حصل ان هو ساب السيتي وراح اليوفي. فده يمكن من القلائل اللي تألقوا مع السيتي وهو جاي من اليونايتد. البطولات حدث ولا حرج، اليونايتد 8 بطولات قاريه قدام واحده بس للسيتي، عشان كده هيموتوا دايما على بطولات اوروبا وتشامبيونز ليج، نفسهم ياخدوها باي طريقه وباي شكل، لان لو ما خدوهاش دلوقتي بقوتهم وبالفلوس ديت وباللعيبه دي هياخدوها امتى؟ بطوله واحده بس اوروبيه اللي هي كاس الكؤوس الاوروبيه اللي هي اصلا خلاص ما بقتش موجود دلوقتي اليوروبا ليج، لكن نفسهم ياخدوا طبعا تشامبيونز ليج لان في 8 بطولات قاريه لليونايتد. البطولات المحليه 58 لليونايتد قدام 24 للسيتي. ال 58 لليونايتد في منهم 20 دوري، وال 24 للسيتي في منهم 6 بس دوري. هتقولي طب يا عم امال انت مصدعنا ليه فكره ديربي ما دام البطولات كتيره قوي كده والفرق كبير ما بين الفرقتين؟ هقول لك لا، انا لما رحت مثلا مدريد واتفرجت على اتليكو مدريد في الملعب، انا كنت متخيل بقى مدريد فاللي هي طبعا الجماهيريه الكبرى لريال مدريد، واتليكو دول شويه صغيرين كده، لقيت لا ليه قاعده جماهيريه رهيبه ونادي كبير وعظيم وليه جماهير. فعلا مدريد منقسمه ما بين اتليكو وما بين الريال. نفس الكلام برضو في مانشستر، هتلاقي في ناس بتشجع ده وفي ناس بتشجع ده. على مستوى مواجهات الفرقتين مع بعض النتائج قريبه جدا، لعبوا 179 ماتش مع بعض، اليونايتد كسب 74 قدام 53 للسيتي على مستوى جميع البطولات. في الدوري لعبوا 161 ماتش، مانشستر يونايتد كسب منهم حوالي 63 قدام 47 للسيتي، فالنتائج برضو مش بعيد، بنتكلم في فرق 15 ماتش، فرق 20 ماتش وهكذا. على ارض الفرقتين اليونايتد كسب على ارضه حوالي 33 ماتش، والسيتي كسب 21 في الاولد ترافولد، فبرضه النتائج قريبه. زائد برضه ان في ملعب السيتي المفروض ان السيتي كسب 26 ماتش قدام 30 لليونايتد، فهتلاقوا دايما الماتشات ما بينهم او الدربيات لا الدربيات حاميه والنتائج قريبه، بنتكلم في فروقات ما عدتش ال10 ماتشات او ال15 ماتش على مستوى جميع البطولات، فعشان كده هو يعتبر ديربي من اقوى دربيات انجلترا. واخيرا اكيد طبعا السيتي عمل قاعده جماهيريه رهيبه مؤخرا في الشرق الاوسط وفي دول العالم لما بقى خلاص قوي وحصل الاستحواذ من مجموعه ابو ظبي عليه وبقى ياخد دوري انجليزي الخ. لكن التاريخ الاكبر كان لمانشستر يونايتد، على الرغم ان الصراع ما بينهم تاريخي وسيظل قائما ان الاثنين في مدينه واحده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تسيبوا لي في الكومنتس مين هو الهداف التاريخي للديربيات ما بين السيتي واليونايتد، وايه هو اكتر نتيجه ماتش حصلت ما بين الفرقتين، هل اللي انا قلتها 6-1 في 2011 للسيتي ولا كان في نتيجه ثانيه؟ سيبوا لي في الكومنتس. كان معاكم مصطفى محسن، ما تنسوش تعملوا لنا لايك للحلقه وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات وتشوفوا كل الحلقات وكل الفلوجات. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.